فاصل ونبدأ حالا فقرتنا الثانية عن حماية أطفالنا من التنمر مع الأستاذة هدى حمدي، استشاري أسري وتربوي. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، بنستكمل فقرات سيدتي. طبعا التنمر هو حديث الساعة، يعني اكيد كلنا شايفين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الناس ازاي بتتكلم على التنمر وازاي بتحذر من ان حد يتنمر بحد، لان التنمر الحقيقة يعني ظاهرة سلبية جدا ممكن تؤدي الى حاجات كتير، اخرها ممكن تؤدي الى الانتحار بالفعل. ليها اثار سلبيه بشكل مباشر او غير مباشر على الطفل وعلى الاسره كلها وعلى المجتمع. طيب ازاي ممكن نتعامل مع التنمر؟ من هو المتنمر ومن المتنمر به؟ هل المتنمر جاني ام مجني عليه؟ حاجات كتير ممكن نتكلم عن التنمر، ازاي نحمي اطفالنا من التنمر من خلال حديثنا مع ضيفتي اللي مشرفاني في الاستوديو، استاذه هدى حمدي، استشاري اسري وتربوي، معلم تربيه ايجابيه معتمد من الجمعيه الامريكيه للتربيه الايجابيه، والنائب الاعلامي لمبادره 100 مليون صحه نفسيه، صح كده؟ تمام. اهلا بيكي. ده نورك، ومبسوطه جدا وسعيده وفخوره ان انا بتكلم في موضوع زي ده النهارده، لانه الحقيقه مهم لكل بيت وكل اسره مصريه، خاصه مع بدايه العام الدراسي الجديد. مهم قوي ان احنا نوعي ضد التنمر. تمام. طيب استاذه هدى، بنتكلم عن المتنمر والمتنمر به. تمام. صفات يعني ايه؟ اصل ممكن كلام يبقى عادي وناس تاخده على انه تنمر، يعني يعني انا مثلا لما اتكلم عن انه حد سنه كبير او انه حد مثلا شكله مثلا في كذا، انا بوصف، ممكن يكون من وجهه نظري ان انا بوصف، ناس تانية تاخده لا ده تنمر، ازاي تقولي كده؟ حضرتك فاهمه قصدي؟ فايه الفرق ما بين ان انا اوصف حد وان انا اتنمر بيه؟ طيب يكون ايه صفات المتنمر؟ رائع. كده يبقى احنا محتاجين تعريف للتنمر. بالظبط. خلينا نقول يعني ايه اصلا تنمر. تمام. هو التنمر طبقا لليونيسيف هو سلوك عدواني، نوع من شكل من اشكال السلوكيات العدوانيه اللي بيقوم بيها شخص او مجموعه من الاشخاص ضد شخص اخر. بيسبب ضرر نفسي. سلوك عدواني. هو سلوك عدواني. تمام. هو نوع من انواع السلوكيات العدوانيه. يعني العدوان مش بس هو الضرب، العدوان ده فئه كبيره جدا طبعا. داخل منها التنمر. وهو بيسبب ضرر نفسي. خلينا نقول ان من شروطه ان هو هيلحق الضرر النفسي بالشخص الضحيه او اللي هو المتنمر به. مين فيهم الضحيه في راي حضرتك؟ لا، انا شايفه ان الاثنين، وعايزه اقول لحضرتك ان انا هتكلم الاول على المتنمر وازاي اكتشفه وازاي اتعامل معاه واساعده. يعني عاده بنتكلم عن المتنمر به ندعمه ازاي، بس فعلا انا شايفه ان اللي بيتنمر اصلا هو اللي محتاج دعم نفسي اكتر. لان انا لو بدات كده كاني عملت وقايه، فانا ممكن اكون كده بحمي المجتمع بصوره غير مباشره، مش لازم استنى يحصل تنمر وبعدين ارجع اعالج الاثار السلبيه اللي وقعت على المتنمر. فعالج المتنمر من الاساس وامنعه عن التنمر بشكل صحيح او بشكل صحي، بحيث ان على الاقل احد. لان طب يعني ازاي بقى نحد؟ طبعا الوعي الاول، بس النهارده احنا بنتكلم الاول قبل ما ازاي احد، قبل ما يعني اشوف العلاج ازاي، عايزه اكتشف المرض. يعني انا دلوقتي لو ان صح طبعا ان احنا نقول على التنمر مرض، يعني دلوقتي اضطراب سلوكي. اضطراب سلوكي يعني نوع من المرض، بس صح. بشكل يعني مختلف شويه. طيب احنا لو قلنا المتنمر، انا اعرف ازاي ان ابني او انا في بيتي متنمر، او انا كمدرسه في فصلي في المدرسه متنمر؟ اعرف ازاي؟ ايه البوادر اللي بتبان عليه عشان يتعرف ان ده متنمر؟ طيب مبدئيا خلينا نقول المتنمر طبعا صفاته الداخليه اللي هي ممكن ما تكونش مكتشفه، هو بالزبط. بيبقى عنده نقص. نقص ده بيكون نقص في احتياج عاطفي او احتياج انساني للعاطفه. دي الحاجات اللي ممكن تكون داخليه، وهقول لحضرتك الاعراض بقى اللي تبقى خارجيه. الاحتياج الداخلي ده مهم جدا ان هو يتلبى، ماشي، دي هنتكلم عنها بقى في الحلول. بيبقى عنده ضعف في شخصيته، وده بيغطيه بان هو بيبقى عايز يفرض سيطرته او يثبت ذاته من خلال تنمره بالاخرين. بيبقى عنده سرعه غضب، سريع الغضب، ما عندوش اي تحكم في انفعالاته الى حد كبير، فبيبقى عايز دايما يعني ما بيبقاش قادر يسيطر على مشاعره، وده بيبدا طبعا بيبقى عنده جراءه زايده ان هو يقول اي حاجه لاي حد. جرأه مش حقيقيه، يعني فيك كده، بيبقى بيظهر ده لكن هو جواه ضعيف عشان يداري الضعف عشان يداري الضعف الموجود. زي ما قلنا ضعف داخلي بيظهر بيه ده. وكمان بيبقى جبان على فكره، يعني هو مش بيبقى شجاع، بيبقى جبان، لان هو عاده لما بيبقى فيه سلطه هو بيهرب، او هو ممكن يكون كمان في ناس بيهددوا اللي بيتنمروا بيهم ان هم ما يبلغوش حد من المحيطين. فهو دي حتى من الحلول ان احنا هنقولها، انه لازم نبقى في جرأة في التعامل مع المتنمر، لان هو اوريدي كمان هو عنده ضعف في الشخصيه بيداري بفرض السلطه او اظهار الايذاء البدني واللفظي.
حضرتك قلتي ان هو سلوك عدواني، يعني دلوقتي لو جيت قلت لحضرتك اي لفظ كده فيه تنمر، ايه العدوانيه يعني ليه ممكن تاخديها على انها عدوان بالنسبه لها؟ ايه السمات للجمله او الكلمه اللي انا وصفت بيها حضرتك تقدري تقولي ان بيها دي جمله عدوانيه؟ تمام، حلو قوي سؤال حضرتك. هجاوب عنه بانواع التنمر. لما اقول عدوان، هو عدوان لفظي، في العدوان اللفظي اللي هو الاساءه، الالفاظ النابيه، او ان انا اغلط في حد او اوصفه صفه بمشكله فيه، لان بيبقى في ناس عندها عيوب خلقيه او مرض معين مزمن، فانا ليه بنقول عليها بتريق عليه. ده الاساءه اللفظيه. العدوان البدني اللي هو بالضرب، او ان انا ببدا مثلا اكعبل، اعمل اللي هي الحاجات اللي بنشوفها في المدارس. في العدوان الاجتماعي، ان انا، ودي مشهوره جدا في المدارس بالذات في السن الصغير، ان هو جروب او واحد يقول ما تلعبوش مع ده، فيبداوا ينبذوا طرف اجتماعيا من بقيه الاعضاء الفريق او الشله. ده من اخطر انواع التنمر، من اخطر انواع التنمر، لان هو بيحظر عليه ان هو يكون اصلا عنده صداقات تانية. فدي كاني انا بقى دور قيادي، وده بيحاول ياخده الدور القيادي بياخده غلط طبعا. المتنمر. فده ده العدوان الاجتماعي. في العدوان النفسي بقى، اللي هو بيبقى بيأثر عليه نفسيا، بان هو يوصمه بصفات معينه او يسيء ليه بطريقه سن زي ما قلنا. التريقه والسخريه، كل ده من انواع الاستهزاء بالاشخاص الاخرين. طيب احنا خلاص عرفنا ان ده متنمر، وعرفنا ان ده تنمر بالفعل، خلاص احنا وصفناه واكدناه. تمام. العلاج نبدا منين؟ طيب خلينا نبدا من المتنمر بيه، هنبدا ممكن ولا نمشي المتنمر؟ احنا بنحاول نمشي بصوره متوازيه. لازم نمشي مع فكره الوعي للمربين، سواء مدرسين او سواء كباتن في النوادي، ناس بيتعاملوا مع الطفل بشكل او باخر. وطبعا المدرسه الاولى التربويه وهي الاسره، فلازم بنعمل توعيه للامهات والاباء. طيب بوعيه بان في اثار سلبيه، وان انت لازم زي ما حضرتك قلتي اعرف الاول ان انا عندي متنمر في بيتي. طيب لما بعرف ده بشوف هو ايه الاحتياج اللي عنده. هل هو محتاج يثبت ذاته؟ في نوعين مهمين جدا لازم نعرفهم كانواع تربيه. انواع في التربيه بيظهروا المتنمر، ودي لو بدانا نتجنبها كاننا كده بنقدم روشته للعلاج. التربيه المتسلطه، التربيه المتسلطه او المربي المتسلط اللي بنسميه كنترولينج بارنت، ده بيبدا يفرض رايه طول الوقت، فبيلغي راي الطفل، شخصيه الطفل. فالطفل بيبدا بعد كده لما بيبقى مراهق كمان بيبقى عنده عايز اي وسيله يثبت فيها ان رايه صح، او يستقل بذاته، او يسيطر على حد تاني، نوع من الاسقاط. ان انا بيتسيطر عليا وبيتم الضغط عليا، فانا كمان هبدا اسيطر على شخص اضعف مني، فبيستضد فريسه اضعف مني. عشان كده المتنمر بيه بيبقى شخصيه عاده بتبقى شخصيه ضعيفه او مش واثقه في نفسها. الحاجه الثانيه المربي المتجاهل، اللي هو اللي فيه نيجلكتنج بيرنت، يعني سايب الطفل براحته، او ممكن تكون نقول عليه دلع زائد، او طفل وحيد، او جه بعد شقه زي ما بيقولوا، او ولد على بنات كتير. كل ده بيجيب لنا هو الطفل المدلع اللي هو بيعمل هو مش فارق معاه اصلا، صح؟ أو يعني لو هو مثلا منفصل عن مامته، او عايش بعيد عنه، او مخلف مثلا اطفال ثانيه في مكان تاني، فبالتالي ده مش مشكله بالنسبه لي، فاتجاهله، او يعني مش في دماغي اصلا، مش واخد بالي ان انا بحط حدود تربويه، ايه الصح ايه غلط، بزرع قيمه، بقول له ايه الصح، بكلمه بالدين وبفهمه يعني ايه اصلا انا اتريق على حد. فده كله التجاهل بيخلي هو الطفل اوريدي ما عندوش حدود تربويه، ما عندوش فكره ان ايه صح وايه غلط، ولا عنده فاليو او قيمه بيتبعها عشان يحافظ على نفسيات اللي حواليه. تمام. طيب حضرتك دلوقتي احنا اتكلمنا على انه اول خطوه من بدايات العلاج هي علاج الاب والام، بالظبط، التوعيه يعني علاجهم هو يعني هم لازم هم يتعالجوا علاج المشكله، صح. علاج المشكله ان هم يعني يتوعوا ويعرفوا يعني ايه يتعاملوا مع طفلهم لما اكتشفوا ان ده متنمر. نيجي بقى للطفل بقى، الطفل نفسه المتنمر نبدأ معاه ازاي؟ وبس قبل ما نبدأ في الكلام عن المتنمر ونبدأ نعالجه ازاي او نتعامل معاه ازاي، انا معايا دلوقتي مداخلة من ايتن 12 سنة. ازيك يا ايتن؟ الو، معانا المداخلة؟ ايتن؟ الو، ايوه حبيبتي، منوراني. بنور. ايتن 12 سنة؟ في مدرسة؟ بيرل موديل سكول. تمام. قولي لي يا ايتن، شفتي حالات تنمر قدامك فعلية في المدرسة قبل كده؟ بالظبط، بس انا اللي كنت بتعرض للتنمر احيانا. كنتي؟ ايوه. كنت انت اللي بتتعرضي للتنمر؟ ايوه. طب احكي لنا بقى ازاي؟ بشكل مستمر مع جيراني، مع اصحابي، عادي. احيانا انا كنت في فتره من الاوقات
كنت انا اللي بتنمر على الناس. انت اللي بتتنمري على الناس الاول؟ كنت في فترة انفصال والدي ووالدتي. تمام كان في فترة كان عندي حالة نفسية سيئة. تمام فوصل بيا الحال ان انا كنت بستهزأ بإماني اللي بيشتغلوا هناك، بكل الناس اللي هناك، في النادي. صحابي والمديرة وكله. تمام. وفي المدرسة كنت بتعملي ده برضو ولا هو بس بره المدرسة؟ كنت بره المدرسة، كان حالي سيئة مع الأهل، يعني كنت بحب أروح أقعد معاهم، كنت تمام. بحب أقعد لوحدي. طب قولي لي، الناس كانت بيبقى رد فعلها ايه لده؟ لما انت بتتنمري على حد قدامهم كانوا بيتعاملوا معاكي ازاي؟ كان في ناس بتفسد علاقتي بيهم يعني، وفي ناس كانوا بيشوفوني سيئة، وفي ناس بتصعب عليهم حالتي، بس في ناس لحد دلوقتي علاقتي بيهم سيئة، أو أنا مش حابة أتكلم معاهم عشان ما أفسدش معاهم العلاقة أكتر من كده. في ناس أنا برضو حاولت أحسن العلاقة بيهم، أو ما كنتش بحبهم عامة، دلوقتي بقوا أقرب أصحاب ليا. تمام. طب انت احساسك بنفسك ساعتها كنت عامله ازاي؟ كنت انت حاسه ان في حاجه غلط بالنسبه لك ولا لا؟ كنت حاسه ان انت كده يعني زي ما بنقول كده، يعني بتعوضي حاجه عندك، او يعني في حاجه مفقوده عندك، انت كده حاسه ان انت بلذه لما بتعملي ده؟ مش عارفة، أنا مش متذكرة أنا كان حالتي عاملة ازاي، بس أنا أفتكر إن أنا ما كنتش قادرة أوصف حالتي، لأن أنا كنت ساعتها صغيرة قوي إن أنا أوصف الحاجات دي. طب كنت مبسوطة لما كنت بتتنمري على حد؟ كنت بتبقي كده حاسة ان انت متلذذة بالموضوع؟ كنت بحس احيانا ان انا غلطانة، وبحس احيانا ان ده حقي ان انا اعمل كده. تمام. بس طب في عجالة كده، ازاي بقى تحول الموضوع من انك كنت متنمرة ان انت يتنمر بيكي الناس او حد يتنمر بيكي؟ طبعا الاول اهلي كانوا حابين ان هم يدوني كورسز ويهدوا الموضوع شوية. الموضوع مهدي، فضل يكبر معايا والخناقات تكبر معايا، بس فجأة بدأت ان انا اتعودت على اختفاء، مثلا احيانا اختفاء والدي من حياتي، فبقيت متعودة على ده، حسيت ان حياتي ممكن تكون افضل بدونه او بوجوده، اللي هو في النهاية والدي، وسامحت وصالحت مع نفسي، وفهمت ان انا كنت غلطانة، وان انا اسست علاقتي مع اصحابي ومع ناني، ودلوقتي انا الحمد لله بحاول اعالج نفسي مع دكتور هدى وبس. انا عايزه اشكرك جدا يا ايتن، اولا لشجاعتك مع نفسك اولا، ومع المجتمع ومع اللي حواليكي. المجتمع هو بيبقى بتنمر او تم التنمر عليه فبيبدا يبعد، مش قادر يواجه اصلا المجتمع. فده في التوعيه مع الطلاق مهم قوي، وعشان كده كانت التوعيه والمشوره الفقره اللي كانت قبلي مهمه جدا، لان فعلا لازم البيت، انا ممكن كدوري كأم بس سنجل مام زي ما بنقول، او انا اب بس بربي لوحدي، لازم هبقى بعمل دبل افورت، لازم مجهودي يبقى مضاعف. بوعي نفسي، بعرف احتياجات ولادي ايه في كل مرحله سنيه، ابني مراهق غير ابني طفل، لازم بكون بصاحبه، بفتح شانل بيني وبينه التواصل يبقى اقوى واعمق، كل ده لازم اعمله، ده مسؤوليه عليا. اعتقد ان مسؤوليه، بس مهما الام عملت مش هتلغي دور الاب، ومهما الاب عمل مش هيلغي دور مش هتلغي، بس على الاقل هقدر احد من الاضرار النفسيه بيتعرض ليها الولاد لو انا عملت له توازن نفسي. انا بقول ده ليه؟ علشان الاب اللي انفصل، انت انفصلت عن الام، ما انفصلتش عن الاولاد، فحتى لو انت انفصلت خلي بالك قوي ان في بنت او في ولد في سن مراهقه او في سن طفوله حتى محتاج منك حاجات كتيره قوي. نفس القصه، بعض الامهات على فكره بتسيب اولادها للاب هو اللي يربي، وهو بيتزوج وبيربي البنت او الولد او اولاده مثلا، والام خلاص هي مالهاش دعوه، بتشيل ايديها. لا، انت مسؤوله. لازم يبقى في صله مع الاحترام، مش شرط وخلاص مفيش حب مفيش موده مفيش بيت، بس في احترام متبادل، وفي بس فاتحين عشان الطفل ده. في اطفال لازم هم ليهم احتياجات وليهم بالزبط. يعني حقوق على الاب وعلى الام، يعني سواء منفصلين او مع بعض. طيب نرجع تاني لموضوعنا، كنا بنتكلم عن طرق العلاج او التعامل، يعني مش عايزين يعني نقول ان هي نقدر نقول ان هي ظاهره مرضيه فعليا. هي ظاهره مرضيه بسمات معينه، لما بتوصل ممكن توصل للاضطراب نفسي لو اتعاملت غلط، بالذات في مرحله المراهقه، منتهى الخطوره لو مرحله المراهقه اتعرضت. هي دي المرحله اللي بتكون فيها الاضطرابات النفسيه اللي ممكن يكبروا بيها الزمن كله، هي مرحله المراهقه. واضح ان التنمر بيبدا من بدري قوي عن المراهقه. بيبدا من الطفوله، بس مش بنبقى فاكرين تفاصيله زي ما ايتن قالت، بس بيأثر في العقل
الباطن ان هو ممكن شخص كبير يبقى عنده شخص نرجسي مثلا عشان كان بيتم التنمر بيه وهو صغير او العكس. فكل الاضطرابات اللي بنشوفها حتى على كبر بتبقى بادئه في الطفوله، التشايلد هود، الايرلي تشايلد هود دي ده اللي ممكن هي يؤدي لمصايب كتير قوي، زي السرقه، زي الكذب، زي بالظبط. النصب، زي الخداع، زي حاجات هي كتير. احنا كل ده تعويض كمتخصصين عن النقص سلوكات الداخلي. تعويضيه. برافو عليكي. هي السلوكات الغلط اللي بنشوفها في الطفوله بتتحول لاضطرابات، بتبدا تتصنف في المراهقه، وبعد كده بقى تكبر لو اتعاملت غلط او زي ما حضرتك قلتي اسر مفككه، تعامل خاطئ، يبدا يزودها او يحد منها. تمام، نستكمل بقى طرق التعامل او العلاج تمام. للتنمر. هقول احنا لحضرتك. اتكلمنا الاول عن التوعيه للاب والام، أوكي. نتكلم بقى عن المتنمر به وال- يتعامل آه. ازاي. انا عايزه بس، يعني انا دلوقتي حد بيتنمر بيا، يعني ببقى في مثلا او الشخص اللي كده بيبقى في وضع ان هو محتار، هل اطنش وبعد كده الناس تتنمر بيا اكتر، ولا لا اتعامل واواجه؟ يعني بيبقى حلو تعامل قوي الناس سؤال إزاي؟ حضرتك. كنت بسمع لجاسم المطوع، لو حضرتك تعرفي استشاري تربوي، حاجه عن الحته دي، ان انا عندي بيبقى في حته تسامح يا اما حته ان انا انتقم. فدايما البيرنتس او الاهالي بيقعوا في الحته دي، يا اما تتسامح وده هتفضل تتسامح وتسيب حقك مشكلة تبقى دي. ضعيف ويتم التنمر بيك اكتر، تبقى دايما فريسه، يا اما تنتقم وتاخد حقك واللي ضربك اضربه واللي اعتدى عليك اعتدي عليه، ودي برضو بتودينا في حاجه مش كويسه. فللاسف هو مش بس النقيضين دول، في طريق في النص، ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. اول حاجه لازم عجله جدا، إحنا وقتنا بسرعه، خلص. لازم اول حاجه افتح صله وتواصل بيني وبين ابني او بنتي، مناخ امن، اطمنه وانا بتكلم، اسمعه للاخر، ما اقطعوش وما لوموش على انه قلت متاخر او قلت بدري او ليه عملت كده. تاني حاجه اتفهم مشاعره، احتويه واتفهم مشاعره بصوره غير مباشره، واقول لك تركايه بسيطه قوي ممكن نشوف سلوك عن التنمر في فيلم او في اي حاجه ونتناقش فيه. هو كان البطل حاسس بايه؟ انت رايك يعمل ايه لو انت مكانه؟ هل انت تعرضت لده؟ افتح يعني حاجات كلها حالا على فكره موضوعات مهمة يعني جدا. والله، ويعني في شغف كده ان الواحد يتكلم فيها، لكن للاسف وقتي إن خلص. شاء أنا الله بشكرك. مرة تانية ان شاء الله نكمل مره تانية باذن الله، او على الاقل مع زميله تانية ان شاء الله. بإذن بشكرك الله. استاذه هدى حمدي، استشاري اسري وتربوي، معلم تربيه ايجابيه معتمد من الجمعيه الامريكيه للتربيه الايجابيه، والنائب الاعلامي لمبادره 100 مليون صحه نفسيه. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك، شكرا ليكي. شكرا ليكي. مشاهدينا بشكركم على متابعتكم لينا، كنت سعيده ان انا كنت معاكم النهارده في حلقه يوم الاحد من سيدتي. ان شاء الله الى لقاء قريب. هذه اجمل تحياتي عزة عبد الحكيم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.